اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله هنعمل سمك سنجاري، والمقادير معايا اهي. أول حاجة بشرت الجزر وعملت طماطم والليمون اهو، وعملت حزمة كزبرة وبصلاية وفلفل الوان، ومعايا التوابل اهي، ملح وكزبرة ناشفة وتوابل بتاعت السمك. والسمك اهو غسلته وخليته زي الفل. اول حاجة هجيب التوم هجيب طبق فاضي واحط عليه الجزر، افضيه كله تمام. وبعد كده البصل، هي دي خلطة السنجاري الصراحة حلوة قوي هتعجبكم. وبعد كده الفلفل الالوان، بس مش هحطه كله، هخلي شويه كده على جنب بعدين هقول لكم ايه. والكزبره اهي هنحطها كلها كده. وبعدين هنحط الطماطم نحطها كلها. الفلفل الالوان بس اللي خليت منه حبه. في حاجه كده هعملها، هحط الفلفل الالوان ده عليه. ادي الطماطم حطيتها تمام كده، ناقص الليمون. اول حاجه هحطها بعد الخضروات اللي انا حطيتها دي كلها، هحط الثوم، شويه ثوم كده حلوين. وبعد الثوم هحط فلفل اللي هو مطحون في الكبة، فلفل انا طحناه لونه احمر، اللي هو الفلفل الالوان على فلفل حراق، عامله خلطه منه، هريسه يعني، هريسه شطه. حطيت بردك شويه مع الثوم. وبعد كده هحط كمون، شويه كمون كده حلوين عشان السمك بيحب الكمون. وهنحط الملح، وبعدين هنحط شويه كزبره ناشفه وشويه توابل سمك. وبعدين هعصر عليه ليمون، وشويه الليمون اللي هما ترانشات ديت هحطها فوق السمك لما اجي احطه في الفرن. اعصر الليمون كله. وبعد ما نعصر الليمون كله هنقلب الخلطه دي كلها. هقلب بقى الخلطه بعد ما عصرت الليمون كله، هقلبه كويس. هقلبها كده. وبعدين نجيب السمك نحطه هنا، وبعدين نجهز الورق السلوفان، كل حته سلوفان على قد السمكيه كده اهو. هنعمل 4 ورقات من الورق سلوفان. نقطعهم كده ونجهزهم.
نجهز اول واحده كده. هنحط اول سمكيه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اول سمكيه، نشوف كده الملح بتاعه مظبوط. نحط اول سمكيه كده، ونحط التتبيله بتاعتها الجميله الروعه دي. نحط التتبيله كده، نملاها الخلطه بقى اللي هي تحت السلطه دي كلها. الفلفل الالوان بقى مع القوطه مع الطماطم مع الفلفل الالوان مع الكزبره مع البصل مع الثوم مع التوابل جميله. تتبيله حلو كده، وبعدين نغلفها، نقفلها كده اهو. على رسمة السمكة. ادي اول واحدة عملناها. نعمل تاني واحدة. تاني واحدة نعملها كده، ونرش شوية توابل عليها. انا نسيت ارش على التانية، شوية صغيرين. نرش شوية توابل صغيرين. كمون، ده هو كمون على ملح بشوية شطة. نعجن كده السمكية، وبعدين نحط التوابل عليها الخضار اهو. نحط التوابل ونظبطها كده، ونقفل السلوفان عليها كده مظبوط. وبعدين اقوم مقفلاها على رسمة السمكة، مقفلاها كده تمام. هخلص انا التانيين وارجع لكم. كده خلاص خلصنا السمك، وحطينا عليه طرنشات ليمون وخلصناه. لسه بقى هنحط عليه شوية زيت، وبعدين نحطه في الفرن، ونعمل جنبيه شوية رز. احنا مش هنعمل سلطة عشان هو اصلا كله سلطة اهو، حتى ما شاء الله يعني خضروات كتير جواه. احط شوية زيت كده حلوين، وبعدين احطه في الفرن، وهعمل معاكم الرز. شوية زيت كده، وفتحنا الفرن فوق وتحت كده، نرش شوية حلوين. حطينا خلاص شوية زيت، نقوم بقى ايه نحطه في الفرن. بصوا كمان، بصوا جميل. هعمل معاكم بقى شوية الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هحط شوية زيت في الحلة، وبعدين هخرط فيها البصلاية. هعمل لكم بقى شوية رز زي العسل. مع السمك السنجاري، طريقة جميلة قوي. كده خلاص خرطت البصلة، هقلبها شوية تدي لون، وبعدين نحط بقى ايه الخضار اللي انا سبته معاكم. لما قلت لكم هنسيب دول شويه كده هنحطهم على حاجه، بس بعدين هقول لكم.
شويه فلفل الوان والخلطه اللي هي بتاعت السمك اللي باقيه هحطها للرز. هنقلبه كده لحد ما يحمر، وبعدين احط له الميه وشويه كمون وشويه ملح. قرب يحمر اهو كده. خلاص البصله احمرت، احط عليها بقى الفلفل الالوان والباقي الخلطه بتاعت السمك، اديها تشويحه وبعدين احط الميه. اديها تشويحه كده، نحط شويه كمون وشويه ملح، وبعدين نحط عليها الميه. نديها تقريبا، نشوح كده الخضار مع البصل تشويحه كده، وبعدين نحط الميه. بسم الله. اول ما الميه تغلي اقوم احط الرز، يبقى كده الرز بتاعنا خلص. اسيب بس الميه دي تغلي وبعدين ايه احط الرز. كده خلاص الميه غليت كده. احنا غسلنا الرز، هنحطه بقى على البصل والميه اللي هي غليت. بسم الله. نديله تقليبه، وبعد ما يتشرب ان شاء الله هنوطي عليه البوتاجاز. نديله تقليبه كده حلوه، نشوفوا كده الملح مظبوط ولا لا. مظبوط. نغطيه بقى ونستنى عليه لما يتشرب، وبعدين نوطي عليه، وكده السمك بتاعنا في الفرن بيستوي. كده خلاص السمك خلص، ولسه متخرجه من الفرن دلوقتي حالا، والرز كمان استوى. هنغرفه سوا ان شاء الله. اهو رز بالفلفل الالوان والبصل اهو، هنغرفه مع بعض. بسم الله. اول حاجه هنغرف الرز. بسم الله. والرز السمك في الصينيه، والف هنا وشفا. شويه رز زي العسل. بسم الله. الرز اهو استوى. وبعد كده ايه نجيب السمك والرز. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنرصه حوالين دايرة كده. خلاص رجعت لكم تاني بعد ما رصيت الاكل. ايه رايكم؟ بصوا بعد ما غرفت الرز والسمك السنداري جميل، بألف هنا وشفا. اوعوا تنسوني بقى في اللايك، اوعوا تنسوني في اللايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.